السلام عليكم بنات، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير مزيانين؟ عارفه راسي تعطلت بزاف، ولكن سمحوا لي الحبايب، نتوما عارفين ضغط الخدمه، لكن غنحاول نبقى نحط لكم الدروس، حيت كيهمني ديك الرحمه ديال الوالدين اللي كتعطيوني، الله يجازيكم بالخير. فاول حاجه من بعد ما فصلنا الموديل اللي غنخليه لكم في صندوق الوصف طريقه الفصاله ديالو، جينا القطع ديال الامام اللي فصلنا لها حتى هي الفيزلين، العرض ديالو اللي هو 7 سنتيم، اللي كنكونوا ديجا خليناها في الامام كزياده ديال المرد ديال الازرار. 7 ديال السنتيم في هذا الفيزلين هذا على طول ديال الامام، جوج القطع ديال الامام كندوز لهم هذا الفيزلين هذا كامل. الفيزلين شنو الدور ديالو؟ الدور ديالو انه كيوقف لنا ديك البلاصه ديال الصدايف، في نفس الوقت فاش كنعملوا العينينات الصدايف ما كيتفزر لنا شي الثوب، خصوصا الا كان ديك الثوب اصلا طايح. صافي البنات، هكذا غادي ندوز عليه بالمصلوح كامل حتى نكمل ديك القطعه د الامام ديالي، يعني عندي جوج القطع، وغادي نجي باش نكمل معكم الشرح. خليكم البنات تكملوا الشرح حتى النهايه، تفرجوا الفيديو كامل، حيت كتجبروا بعض النوبات يعني شي معلومه في وسط الفيديو، فما تضيعوهاش، حيت كاينه بعض البنات اللي كيخافوا الفيديو، انا كنشوفكم. المهم خليكم تكملوا باش هكذا تديو الفائده، يعني تديو الفائده مكموله ان شاء الله باذن الله. دابا غادي نجي نديك القطعه وغادي نتني فيها 1 سنتيم باش كيبقى لي 6 سنتيم في ديك الباندا هذيك. كنتني سنتيم هكذا على الطول ديال هذا القطعه د الامام ديالي كامله ديك المرض. هاد الطريقه اللي كنوريكم ديال المبتدئات، فكاين البنات اللي ما كيحتاجوش يعملوا هذا المصلوح، انهم كيتنيو سنتيم وكيتنيو ديك 6 سنتيم على جوج بلا ما كيحتاجوا المصلوح، لكن انا كنفضل تعملوا المصلوح باش هكذا كتحصلوا على خدمه نقيه. نفس الطريقه ديك 6 سنتيم اللي كتبقى لنا حتى هي كنتنيو على 2. صافي البنات، فالمرض ديالنا في النهايه كيبقى فيه 3 سنتيم، هي اللي كتبقى لنا في ديك المرض اللي كيكون فيه جهه كيكونوا فيها الصدايف، وجهه كيكونوا فيها الفتحات ديال الصدايف اولا العينين بحال اللي كنقولوا. دابا جيت لواحد الحاجه مهمه كنت قلت لكم ملي كنت كنفصل الا لاحظتوا ما قطعتش نيشان، ما تبعتش مع الكويو هيدا نيشان، مع الدوره د العنق نيشان، لا انا غادي نجي نشرح لكم، نحيد ديك الفيزلين ونزيد نشرح لكم اكثر. شوفوا، ما كنتش جيت يعني مع الدوره د العنق ما جيتش نيشان ياك وقطعت هكذا مستقيم، لا، فانا ميلت يدي وطلعت 1.5 سنتيم حتى 2 سنتيم وتنيت وحصلت على هذا الشكل هذا. علاش؟ انا قلت لكم غادي نشرح لكم اكثر في الخياطه، انا دابا غنشرح لكم باش مني كنجي هنا وكنقطع كنتبع عليها هكذا وكنحيد ديك الزياده، كيبقى لي العنق ديالي، يعني الدوره د العنق مع الكويو ملي كنفينيها كتجيني مفينيه، وكتجي ديك المرض كيجي مخبع مع الكول ديالي. كنتمنى بناتي يكون واضح. شوفوا فاش ملي كنقطع بحال هكذا ياك من هنايا كنحصل على ديك التنيه هذه حتى هي ماشيه مع التقويصه ديال العنق باش كيجيني الفينيسيون مزيان. دابا غادي نمشي ندوز بالخياطه ديالي بالنقشه على ديك 6 سنتيم اللي تنيت على 2 ياك، غادي نمشي معها هكذا حتى للاسفل جوج ديال القطع ديال الامام. وهاد النقشه اللي كنعمل كيكونوا فيها غير 1 المليم، يعني كتكون على الحاشيه ديال ديك الباندا اللي تنيت، كيجي على الحاشيه ديالها. دابا هنايا البنات جبت الوجه ديال الدار، هو اللي كيشوف عندي، هو هذا اللي كتشوفوه حتى نتوما ياك. غادي نحط هيدا الوجه كيشوف عندي، وغنجيب جوج القطع ديال الامام وغادي نحط الوجه ديال الامام على الوجه اللي ضد الدار، وغادي نحط الكتفين عند بعضياتهم وندوز عليهم بسنتيم ديال الخياطه. ومن بعد غادي نمشي نعمل لهم السرجي. ملي كندوز الخياطه عاد كنمشي نعمل السرجي.
من بعد ما عملت من بعد زعما ما خيطت ديك الكتفين مع بعضياتهم عملت لهم السورجي، غادي نجي ونرد ديك الخياطه للظهر ياك، وكندوز عليها بالمصلوح، حيت هاد الجهه هادي كتصعب عليا فاش كنخيط بياسه ونكملها، كتصعب عليا انني نعمل لها المصلوح، فانا كنعملو دابا باش هكذا كتعجبني الخدمه ديالي وكنخدم خدمه متقونه. دابا البنات غادي نجيو للكم، يعني باش نلصقوا لكم في هاد التقويره هادي ديالكم كذلك غادي نجيب الكم ديالي اللي ديجا كنا زيدنا فيها 5 حتى 6 سنتيم كزياده اللي غادي نكرشوها في راس الكم. فهاد التكريش هذا غادي يعني 5 في كل جهه عندي، يعني بالتوتال 10 سنتيم هي اللي غادي نكرش في الراس ديالكم. كنبدا من المنتصف ديال الكم، يعني بالراس ديال الكم كنعمل واحد الكرانه كنحدد بها المنتصف ديال الكم ديالي ياك، وكنحدد العبار ديال 10 سنتيم في هذه الجهه، وكنعمل لها التكريش، عاد كنمشي نلصقها في البياسه ديالي. اول حاجه ضروري كنبدلوا الصباطه اللي غادي نعملوا بها التكريش، يا اما كنعملوا الغرزه واسعه وكنجروا الخيط باش كنحصلوا على التكريش اللي بغينا. صافي فاش كنكرشوا ديك 10 سنتيم فهو كيعطينا واحد البومباج في الكتف مزيون بزاف، وكيبان اكثر حتى ملي كنلبسوا البياسه كيبان ديك البومباج اللي كاينه في الكتف. هنايا دوزت الجهه الاخرى كذلك حتى هي، شوفوا معايا كيفاش كنحصل على هذا التكريش اللي كيجي مزيون بزاف. دابا هنايا غادي نحدد المنتصف ديال الكم ديالي ياك، الراس ديال الكم غادي نحدد المنتصف وغادي نعمل واحد العلامه هكذا بالطباشير ياك، وديك العلامه غادي نحطها على الخياطه اللي عندي في الكتف، وغادي نشبر بالليبانغل هنا من الكتف، وغادي نشبر ليبانغل من ديك من تحت الابط هيدا الكم مع البياسه ديالي، باش ملي كنكون كنخيط كنكون متاكده انه غادي يجيني قد الكم قد البياسه ديالي. هيدا البنات كنحصلوا على ديك البومباج في الكتف كيجي مزيون الصراحه، حتى ملي كنلبسوا اللبسه كتبان كثار مزيونه وكتجي كلاس. صافي البنات هنايا غادي نجي للجوانب، غادي نخلي واحد 6 سنتيم اللي ما غاديش يتخيط ديالاش، هذه فين غيكون عندي في غادي يكون عندي البواني ديالي اللي غيكون عندي فيه صدافه، ضروري ديك الفتيحه باش كنقدروا نخشيو الكم ديالنا. فاول حاجه شنو غادي نعمل السورجي مفتوح لهاد القطعه هذه، هاد القطعه ديال يعني هاد البياسه من الجوانب ديالها غادي نعمل لها السورجي مفتوح، كل جهه السورجي ديالها بوحديته. عاد غادي نجي نطبق ديك هيدا الجهات مع بعضياتهم، ونخلي العبار ديال 6 سنتيم، عاد ندوز الركطه ديالي من الجوانب. مني غادي نخيطهم غادي نحصل على هذا الشكل هذا. فهمتوا؟ انا الحاجه اللي عاد تضيع لكم الوقت ما كنوريها لكم حتى كتكون باينه، والحاجه اللي ما واضحاش خليوها لي في صندوق الوصف. صافي هنايا مني حصلت على هذا الشيء هذا بقات لي 1 سنتيم هي اللي كتبقى لي، هيدا كنتني نصف سنتيم في نصف سنتيم باش كيجيني ديك السورجي مخبع ما كيبانش. هاد الطريقه هذه كتبقى اسهل طريقه بالنسبه للمبتدئات، انا كنخدم بطريقه اخرى لكن انا غادي نوريكم هاد الطريقه هذه، ومره اخرى فاش تولفوا على هذه مره اخرى نعطيكم طريقه تكون بروفيسيونيل اكثر ان شاء الله. صافي من بعد ما كنصلح هاد القطعه هذه بالمصلوح كتبان لي مفينيه بزاف وكتبان الخدمه فيها نقيه. دابا وصلنا للاكمام، حتى هما غادي يحتاجوا اننا نعملوا لهم التكريش في الاسفل باش يجينا ديك المرض اللي كنا فصلنا عفوا البنات بواني اللي كنا فصلنا في الفيديو في الاولاني، هما هادو غادي نحط عليهم نفس العبار ديالهم ديال الفيزلين باش يصحح لي ديك القطعه كتوقف واحد شويه. هنا البنات للاسف تمسح لي هذا الجزء اللي انا صورت فيه هذا، لكن كونوا متاكدين الطريقه اللي خدمت بها هاد البواني هي نفسها اللي خدمت بها الكل. بقاو متبعين معايا الطريقه اللي غادي نفيني بها الكل وكيفاش لصقت فيها ديك الدونتيل هي نفس الطريقه اللي خدمت بها بواني، ما كايناش الفرق نهائيا. غير خليكم متبعين. صراحه سهوا مني مسحته بيدي بالحق ماشي قصدا والله البنات، المهم مسامحه. صافي البنات شوفوا معايا كيفاش كتجي القطعه مفينيه، نفس الطريقه اللي خدمت بها هاد البواني هي اللي غادي نخدم بها الكل، وغادي نشرح معكم مزيان باش تفهموا. دابا غنجي نجيب الكول ديالي اللي انا عملت له حتى هو الفيزلين. المهم البنات راه كيبان ما عرفتش علاش كيبان بحال اللي عوج، راه ماشي عوج البنات، راه هو كامل فحال بعطيتو، ما كايناش شي عوج نهائيا. اول حاجه كنشبر هذيك الريضه ديالي ولا ديك الدونطيل او هذا الطريزه
وكنفسخها من الجناب، حيت من الجناب كتكون عندها واحد الخياطه دايزه بهذا، دايزه بالشعره، فهادي غنفتحها بجوج جهات ونخلي هاد الريضه هادي، يعني هاد الحاشيه هادي تكون طالعه هايده بجوج بهم، وغادي ندوز لهم المصلوح باش نحصل عليهم بهذه الطريقه اللي غادي تشوفوا معايا هكذا. خصني الريضه يبقى عندها سنتيم من الفوق وسنتيم من التحت ديال ديك المسلين زايد. فغادي نشبر الكول ديالي بهذا الشكل ياك، وغادي نحط ديك الريضه هاد الجهه هادي اللي غادي نخدم عليها دابا، اللي غنلصق فيها هاد الزواقه هادي، هي اللي غادي تكون عندي باينه ياك. فانا غادي نشبر هاد الكول هذا، وغادي نجي ونحط هاد الزواقه هادي هكذا بهذا الشكل هذا. وديك السنتيم راه ملي كيتحط على هاد الكحل ما كيبقاش يبان، هو صعيب انني نشرح لكم في الكحل، ولكن انا كنعمل معكم مجهود. فدابا غادي ندوز هنايا على بعد سنتيم اولا غنعمل لها واحد الكلاصاج بحال اللي غادي نثبت ديك الريضه باش ما تبقاش يتحرك لي بحال هكذا. شفتوا البنات؟ فصافي هذا اللي عندي دابا اللي كتشوفوا هو الوجه ديال الريضه ماشي. دابا شنو غادي نعمل؟ غادي نجي ديك الحاشيه اللي انا حتى هي فسختها من التحت، غادي نتني سنتيم ديك الريضه مع ديك الثوب، ديك الطريزه مع الثوب ديال مع الكول ديالي، غنتني سنتيم بجوج بيهم. ديك سنتيم اللي فسخت في ديك الريضه مع سنتيم ديال الكول ديالي هكذا بجوج بيهم، غادي نتنيهم سنتيم 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 حتى نوصل للنهايه باش نحصل على هاد الفينيسيون هادي من الامام. واضح البنات؟ نفس الطريقه خدمت فيها البواني، مكاينش شي فرق نهائيا. صافي دابا انا وجدت هاد القطعه اللي غتكون عندي هي الوجه ديال، هي اللي غتكون في الوجه د البياسه. دابا غادي نجيب القطعه اخرى اللي مطلوقه ما كنتنيوش فيها سنتيم، وغادي ندوز الخياطه ديالي هكذا على بعد سنتيم وندور بهذا الشكل ونحصل على هذا الكول اللي كيجي طبعا مقوس من الجوانب. بغيتو تخليوه مربع نتوما حرين ماشي مشكل. صافي البنات، فبهذا الشكل هذا هاد الكول حتى هو غادي نخلي لكم فيديو اللي فيه الطريقه ديال الفصاله ديال هاد الكول هذا. فصافي كنعوض هيدا بالمصلوح، كنعاود نثبت الكول ديالي بالمصلوح لحقاش كيسهل عليا الخدمه المصلوح بزاف بزاف. دابا غادي نجيب القطعه ديالي. الا لاحظتوا هذا الظهر اللي كيشوفنا عندي، هذا الظهر اللي انا كيشوفنا عندي، الكويو ديالي اولا الكول ديالي البنات عفوا، حددت المنتصف ديالو. كذلك نفس الطريقه غادي نحدد المنتصف ديال الكول اولا الدوره ديال الرقبه ديال البياسه. كما حددت ديال الكول غادي نحدد ديال البياسه. هذا اللي كتلاحظوا معايا هذا هو الظهر. فانا غادي نشبر ديك الجهه اللي ماشي فيها، اللي فيها ديك الدونطيل، الجهه اللي مطلوقه اللي ما فيهاش سنتيم متني، فهمتي؟ الجهه اللي حسبيه اللي ما فيهاش الدونطيل. انا كنعاود باش كنشرح لكم. غادي نجي هنا ونحط الحاشيه هيدا مع الحاشيه ونشبرها بليبانغ، ونشبر ديك المنتصف عند المنتصف ديال الظهر حتى هو هكذا بليبانغ، وكذلك عاود الجهه الاخرى هكذا مع بعضياتهم ونشبرها بليبانغ. وغادي نمشي للماكينه ديالي وغادي ندوز هنايا بخياطه بعد سنتيم. ممكن انكم نتوما تشبروها كامله هكذا بليبانغ. فانا ما كنبغيش نطول الفيديو والله الا بنات كنعمل اكثر من الجهد ديالي باش ننقص فيديو. شوفوا بنات، الا كنتي باقيين دابا ما عملتيش شي جيم وما خليتيش حتى شي كومونتير، هي دابا عود باش تشجعني. والا عندك شي سؤال خليه لي في الكومونتيرات وانا رهن الاشاره ديالكم. هاد الخياطه دائما خصها تكون في الظهر البنات، دائما هذيك الخياطه كتكون في الظهر حتى ملي كنكونوا علصقوا الكول ديالنا. صافي دابا غادي ندوز الاله ديال الخياطه باش ندوز معكم هذا الكول، وندوزو كما قلت لكم على بعد سنتيم. ضروري كنعملوا البوين داغي او تثبيت الخياطه في البدايه وفي النهايه. دابا من بعد ما خيطنا غادي نشوفوا معايا، غادي نخشيو داك الشيء كامل
اللي عندي وغادي نجيب الجهه اللي فيها ديك الدونتيل هو اللي غادي يكون عندي للوجه. هاد الطريقه هذه سهله بزاف على المبتدئات باش تجيكم الخدمه ديالكم نقيه، وانتم غادي تشوفوا معايا كيفاش غادي تجي. بهاد الطريقه هذه كنبقى نخشي ديك الخياطات كاملين كندرقهم بهاد الجهه اللي فيها هاد الدونتيل هذا، وكندوز على ميليم على بعد ميليم، ما كنشبرش بزاف، كندوز على الحاشيه وانا ماشيه. وبلاتي عليا هنايا الفيديو مزرب باش كيبان لكم راه انا كنخدم بالزربه غير بشويه عليكم البنات باش تحصلوا على نتيجه مرضيه. المهم البنات شوفوا هذا هو الكول ديالي من بعد ما كملته، فراه كيجي هائل البنات وكيجي مفيني صراحه، كيجي مزيون بزاف. انا غادي نقرب لكم الكاميرا ولا نقرب الفيديو الكول من الكاميرا باش نتوما تشوفوا الخديمه كيفاش كتجي نقيه ومتوله وما كايناش لا زيكزاك لا حتى شي حاجه، يعني الخدمه كتجي نقيه وكتبقى تبان من البعد كانها مطروزه على الكول ديالكم ماشي ملصقه. حتى بالنسبه للكميمات نفس الطريقه هانتوما كتشوفوها البنات. صافي دابا شنو بقى لي؟ كملنا الفيديو ديالنا، بقى لنا غير نتني واحد التنيه ديال سنتيم في الاسفل ديال الفستان ديالنا، ومن بعد نتنيو 2 سنتيم، يعني سنتيم في 2 سنتيم، وكندوز بالخياطه وكنحصل على الفستان الاخير. بنات انا ما كنتش عواله صراحه غادي نصور هذا الفيديو من بدايه، فانا ما صورت لكمش الفيديو طويل هكذا باش تشوفوا الفستان. انا الفيديو اللي نزلت لكم في الانستغرام اللي كنقول لكم مرحبا بكم عندي غنخليه لكم هنا في الشاشه باش تشوفوا. دخلوا عندي تما كنحط لكم بزاف د الموديلات، ولا عجبكم شي موديل قولوا لي، شاركوا معايا، قولوا لي اختي فاطمه شارك معنا هذا في اليوتيوب، غادي نشاركوا معكم ان شاء الله. والموديلات ديالي كامله متاحه للبيع، فمرحبا بكم. ودابا غادي نشوفوا يعني الفينيسيون ديال الفستان كيفاش طلعت، فراه طلع رائع في اللبسه كيحمق. انا كنت لبسته في العيد فجا فن فن فن. شوفوا البنات كيفاش كيجي كيحمق في اللبسه، خصوصا فاش كيتعمل له المصلوح وكيتلبس وكيتول، فراه كيجي رائع جدا. فخليتكم على خير، ما تنسوناش من الدعاء، ما تنسونيش من اللايك ومن كومونتير ديالكم، وشاركوا الفيديو مع الاحباب والاصدقاء ديالكم. تبقاو على خير، بسلام عليكم، الى فيديو قادم، سلامه.